طلاب تالتة اعدادي اللي طلبوا مني كتير في التعليقات على الفيديوهات اللي فاتت ان انا اعمل لهم فيديو مخصوص وجدول مذاكرة واتكلم عن ازاي يذاكروا صح الترم ده ويعوضوا الناس اللي عايزة تكثف وقت المذاكرة بتاعتها، الناس اللي مش عارفة تنظم وقتها. النهاردة هتكلم معاكم في حاجات كتير قوي تخص تالتة اعدادي. بس قبل ما نبدأ الفيديو انا عايز اسألكم سؤال دلوقتي. كل طلاب تالتة اعدادي تنزل تجاوبني في التعليقات وتقولي مشكلتكم ايه بالظبط. مشكلتك اول مشكلة مش عارف تعمل جدول، ولا مش ملتزم بالجدول اللي انت بتعمله، ولا الوقت بيضيع منك؟ اكتبوا لي رقم المشكله بتاعتكم في الكومنتات، 1 ولا 2 ولا 3، عشان نبدا ان احنا نعمل لها فيديو مخصوص ونجاوب على المشكله بتاعتك. طلاب منكم بعتولي في التعليقات انا تعبت ومش عارفه اذاكر، الترم الاول درجاتي كانت وحشه، انا عايزه اعوض. النهارده انا في الفيديو ده هعمل لك جدول مذاكره اسبوع كامل للمدرسه والدروس، وكمان تقدر ان انت تذاكر فيه قديم وجديد. كمان هقول لك على نصايح تعوض بيها الترم الاول، وهنراعي ان احنا في رمضان وهقول لكم تعملوا ايه بالظبط. يعني لو طبقت الجدول ده حرفيا هتقدر تقفل الترم التاني باذن الله، وما تقلقش. خليك معايا للاخر لان الفيديو ده هيغنيك عن اي فيديو تاني عن جدول المذاكره، في كل حاجه وشامل كل حاجه. ولكن في البدايه كده انا حابه اشكر كل حبايب قلبي اللي كتبوا لي تعليقات حلوه على الفيديو اللي فات. شكرا ليكم كلكم بجد، وبجد تشجيعكم ليا ده بيفرق معايا جدا، ورايكم في الفيديو بيفرق معايا. فانزلوا انتوا كمان اكتبوا لي رايكم في الفيديو وشجعوني كده في التعليقات عشان الفيديو الجاي انزل الكومنتات بتاعتكم في بدايه الفيديو. وبس كده يلا بينا نبدا. في البداية كده خلينا متفقين ان تالتة اعدادي هي سنة مصيرية. طبعا احنا عارفين ان هي شهادة، وان احنا بنحدد بقى مصيرنا هندخل ايه بالظبط بعد تالتة اعدادي. فانا عارفة ان انتوا بتبقوا مضغوطين يعني كتير، ده غير الضغط من الاهل ومن الدروس ومن المدرسة ومن كل حاجة. فانتوا كده كده بتبقوا مضغوطين جدا، دي حاجة احنا عارفينها. ولكن احنا محتاجين نعمل جدول ينظم لنا دروسنا مذاكرتنا، المواعيد بتاعة الصحيان والنوم والكلام ده كله. فاحنا محتاجين جدول. وانا عارفة برضو ان انتوا مضغوطين بسبب الدروس، المواد فيها كلام كتير، دروس كتير، حاجات كتير. ولكن انا عايزة اقول لكم ان انتوا لو مشيتوا من غير جدول هتلاقوا دايما في نسيان، في توتر، في لخبطة، بننسى بسرعة، بنحل الاسئلة غلط. فانا عايزة اقول لكم ان الجدول اللي احنا بنعمله مش عشان ان احنا نعذب نفسنا، الجدول عشان نرتاح ونبقى مطمنين ان كل مادة واخدة حقها. انا بذاكر الرياضة زي ما بذاكر العربي زي ما بذاكر الانجليزي، لان في ناس كتير منكم بييجوا يقولوا لي يا ندى احنا طول السنة كنا بنذاكر المواد دي وبننسى مثلا ان احنا نذاكر الانجليزي، او مش بنذاكر انجليزي طول السنه، فدلوقتي انا عايزه الم الانجليزي. ندى قولي لي اعمل ايه؟ فطبعا ده غلط جدا. احنا المفروض نبقى كل ماده بتتذاكر زي الماده التانية من البدايه، كل ماده تاخد حقها بالظبط. لما تعمل اي جدول محتاج ان انت تعمل 3 خطوات مهمين. اول خطوه وهي ان انت تحدد الوقت الرئيسي بتاعك في يومك. يعني ايه؟ يعني انا المفروض ايه الحاجات الاساسيه اللي انا اعملها كل يوم، حاجات اساسيه ما بتتغيرش. زي مثلا ان انا كل يوم بروح الدروس. طبعا انتوا ما عندكوش مدرسه في ثالثه اعدادي فمش هنحط المدرسه. كل يوم بروح الدروس، كل يوم انا بنام ففي وقت للنوم، كل يوم في صلاه، في البيت ان انا بقعد شويه مع اخواتي ومامتي وكده، ففي برضو يعني جزء هسيبه للبيت، جزء للصلاه، جزء للنوم، جزء للدروس وكده. فكل حاجه ليها وقت. ابدا كده اقعد مع نفسي واحدد انا يومي في ايه. في ناس مثلا عندها تمرين، في ناس عندها يعني بتعمل حاجات كتير في يومها. فحددوا بالظبط انتوا يومكم المفروض تعملوا فيه كام حاجه. حلوه كده، حددنا خلاص احنا المفروض يومنا هنعمل ايه. تاني حاجه اعرف مستوايا في كل ماده، اقسم المواد بتاعتي. انا مواد مثلا ضعيفه فيها، مواد انا متوسطه فيها، مواد انا مستوايا حلو جدا فيها، اقسمهم ل3 حاجات وابدا اشوف. مثلا العلوم انا متوسطه فيها، العربي انا مستواي حلو فيه، الانجليزي مستواي ضعيف فيه جدا. فابدا كده ان انا اشوف بالظبط عشان ابقى عارفه انا هظبط الجدول بتاعي بناء على ايه. يعني انا مش هعمل الجدول عشوائي، لازم اكون مظبطه كام حاجه قبله. طيب ندي وقت اكتر للمواد اللي انا ضعيفه فيها. انا ضعيفه في الانجليزي ومش بذاكر انجليزي خالص ومستواي وحش قوي فيه في الدروس، يبقى انا هدي وقت اكتر للانجليزي. حلو كده. عايزين بقى نثبت وقت للمذاكرة. انتوا لو لسه مش مثبتين وقت للمذاكرة لازم دلوقتي تقعدوا وتشوفوا ايه اكتر وقت انتوا يعني فاضيين فيه وبتحبوا تذاكروا فيه وبتكونوا مركزين وفي قمة نشاطكم. في ناس منكم مثلا هتقولي انا بحب اذاكر الندى بعد الفجر. انا بعد الفجر بكون مركزة جدا ومفوقة وهفضل اذاكر لحد ايه، لحد ما ازهق وبراحتي خالص وما عنديش بقى دوشة في البيت ولا اي حاجة. في ناس منكم هتقولي لا انا بحب لما باجي من الدروس بتاعتي اتغدى وبعد كده ابدا على طول في ان انا احل الواجبات واذاكر.
كل واحد غير التاني، فلازم تقعد مع نفسك وتشوف انت بتحب تذاكر امتى، الوقت المناسب للمذاكره، وهثبت وقت للمذاكره. يعني مثلا بعد الدروس هذاكر ماده اساسيه زي العربي او الرياضه او العلوم، ماده صعبه هذاكرها بعد ما اجي من الدروس. طيب وبعد المغرب مثلا هذاكر ماده خفيفه زي الدراسات او الانجليزي. حلو كده. وقبل النوم، الوقت اللي انا بقى قبل ما انام فيه ده، انا هخليه للمراجعه. حلو جدا على فكره ان انتوا تثبتوا ان انتوا قبل ما تناموا يبقى فيه جزء للمراجعه، اراجع اللي انا اخدته النهارده في الدروس، اراجع ملخص، اراجع قوانين. عارفين الحاجات اللي احنا بنبقى بننساها دايما وبنبقى عايزين نكررها، اقعدوا راجعوا عليها. قاعده في النحو مثلا انتوا بتتلخبطوا فيها، راجعوها قبل ما تناموا. القانون في الرياضه عندكم انتوا مش عارفين تحفظوه، ذاكروه راجعوه قبل ما تناموا. فاهمين قصدي؟ فخلوا المراجعه البسيطه دي تبقى في نهايه اليوم كده قبل النوم، اراجع الحاجه وادخل انام، هتثبت في دماغكم جدا على فكره. طيب انا هنا حبيت ان انا اعمل لكم مثال لجدول مذاكره تقدروا ان انتوا تطبقوه وتعدلوا في الجدول وتغيروا فيه زي ما انتم حابين. انا هصور لكم الجدول ده صوره وهنزلها في المنتدى، وانتوا تقدروا ان انتوا تغيروا وتعدلوا في الجدول زي ما انتم حابين. عملت لكم جدول اسبوعي، كل يوم هتذاكروا مادتين بس، ما تزودوش عن كده علشان انا عارفه ان انتوا برضو عندكم دروس كتير، فكل يوم مادتين هيكون حلو جدا جدا. زي ما انتم حابين بقى تعدلوا في المواد، تغيروا حاجه، تزودوا حاجه، تبدلوا حاجه زي ما انتم حابين زي ما قلت لكم. وبالنسبه ليوم الجمعه اللي هو اخر يوم في الاسبوع، انا من رايي خلوه اليوم ده يكون حل اسئله. يعني مثلا لو انتم ما كنتوش بتبقوا فاضيين تحلوا اسئله، طبعا الحل مهم جدا يا جماعه في النظام الجديد، فلو انتم ما عندكوش وقت طول الاسبوع ان انتوا تحلوا، خصصوا يوم الجمعه ده ان انتوا تقعدوا تحلوا فيه اسئله وتعملوا مراجعه عامه على اللي انتوا اخدتوه طول الاسبوع. انا الاسبوع ده مثلا اخدت درسين نحو، واخدت درسين في التاريخ، واخدت درس جغرافيا. ابداوا كده ان انتوا تراجعوا كل اللي انتوا اخدتوه الاسبوع ده، علشان ما فيش اي حاجه تتراكم وتنسوا حاجه وتلاقوا نفسكم ان انتوا في حاجات بدأت تتنسي. فلا، اول باول كده نخلي يوم الجمعة ده يوم المراجعات. وطبعا بما ان احنا في رمضان، فلازم ان الجدول يراعي الصلاة والقرآن والذكر والراحة برضو. يعني نراعي برضو ان احنا في رمضان، فاحنا مش بس طول اليوم هنبقى بنذاكر، لا نراعي الحاجات التانية اللي احنا المفروض نعملها. وطبعا ممكن مثلا ان انتوا تخلوا بعد الفجر نذاكر مادة حفظ، مثلا مادة صعبة شوية ومحتاجة تتذاكر. ممكن قبل الفطار نذاكر مادة خفيفة علشان ما نبذلش مجهود كبير. عارفين اللي هو الوقت اللي بيكون بعد العصر ده بنبقى خلاص احنا طاقتنا خلصانة، بس ممكن نذاكر حاجة بسيطة لو هنقعد نحفظ شوية كلمات، لو هنحل أسئلة كده يعني. وبعد التراويح بقى نذاكر المادة اللي محتاجة تركيز، المادة الصعبة زي مثلا الرياضة، زي مثلا دراسات، مادة فاهمين اللي هو مادة فيها كلام كتير وكده، تقدروا ان انتوا تذاكروها بعد التراويح. هنكون بقى فطرنا واكلنا وحلينا وخلاص، روقنا على نفسنا كده، نبدأ بقى في المذاكرة. ويوم الجمعة يبقى يوم الراحة وحل الأسئلة زي ما احنا متفقين. ده بقى مخطط العبادة اللي انا كنت عاملاه في الجدول معاكم في فيديو قبل كده، روحوا شوفوا الفيديو ده. عملت فيه مخطط العبادة، عملت جزء للصلاة والقرآن والتراويح والاذكار، كل حاجة كنت عامله لها خانة، وهنا بعمل صح على كل حاجة انا بخلصها، وبعمل لنفسي تقييم في نهاية اليوم واشوف انا النهاردة اخدت كام من 9. فبجد حلوة قوي فكرة المخطط ده. هسيب لكم لينك الفيديو اللي انا عملته فيه عشان تروحوا تشوفوه وتعملوه انتوا كمان، علشان الناس اللي برضو بتكسل شوية وعايزة تزود في الصلاة وتصلي نوافل وكده، فبرضو ممكن تعملوا المخطط ده، هيساعدكم جدا. طيب بالنسبة بقى للناس اللي بتقولي يا ندى انا درجاتي كانت وحشة، او حتى الناس اللي درجاتها مش وحشة بس عايزة تثبت نفسها على نفس المستوى بتاعها الترم التاني، ازاي نخلي الترم التاني ده نقفل فيه المواد كلها؟ لو الترم الاول كان مش كويس، الترم التاني ده هيكون فرصة ليك انت، فرصة انك تعوض وتقفل الترم ده. طيب خطوات التعويض المفروض ان انا اعمل ايه؟ لان انت بتقعدي تقولي لنا عوضوا الترم ده عوضوا الترم ده، طب اعمل ايه انا ده بالظبط؟ اول حاجة تبدأ بالمواد اللي انت ضعيف فيها. كل واحد فينا كده عنده مادة او مادتين هو مستواه فيهم وحش او بيغلط فيهم كتير او درجاته فيهم مش احسن حاجة، فنبدأ ان احنا نكثف شوية وقت المذاكرة دي، نديها اهميتها، نهتم بالمواد دي اكتر. طيب تاني حاجة نعملها وهي ان احنا نذاكر يوميا، مش بس نذاكر وقت الامتحانات او قبل الامتحانات ونبدأ ان احنا بقى نلم التراكمات والكلام ده كله، لا نذاكر من دلوقتي، احنا لسه معانا وقت، فنقدر ان احنا نذاكر كل يوم ومن اول يوم. تمام. طيب تالت حاجة وهي نحل اسئلة كتير. لو فعلا عايزين تقفلوا المواد بتاعتكم الترم ده لازم تحلوا اسئلة كتير، تتدربوا على جميع انواع الاسئله السهله والمتوسطه والصعبه، وتشوفوا الاسئله بتتحل ازاي. لو انتوا عندكم مشكله شوفوا على اليوتيوب المدرسين وهم بيحلوا وتشوفوا كده طريقه الحل، ولو عندكم مشكله برضو اسالوا المدرسين في الدروس، يعني الموضوع سهل يا جماعه شويه. طيب
كمان الخطوه اللي بعد كده، وهي ان احنا نراجع كل اسبوع زي ما احنا متفقين. هنثبت يوم، اليوم ده يكون بتاع المراجعات، هراجع فيه كل اللي انا ذاكرته الاسبوع ده. خامس حاجه بقى، وهي ان احنا نثبت نظام نمشي عليه، نظام للمذاكره زي ما اتفقت معاكم. يعني نحدد وقت المذاكره، انا هذاكر كل يوم الساعه كذا، او هذاكر كل يوم الفجر. ابقى كده مظبطه النظام بتاعي بالظبط، وعارفه مواعيد الدروس بتاعتي امتى. هخلص الدروس هروح احل الواجبات على طول، مش هاجل حاجه واراكم حاجه. والموضوع ده لو انا ماشي على نظام ثابت، انا هقدر ان انا يعني اعوض الترم ده، هقفل المواد بتاعتي والموضوع هيبقى معايا بسيط. يا ندى انا بعمل جداول كتير، انا مش بعرف التزم بالجدول، قولي لي اعمل ايه بالظبط. هقول لكم على كام تريكه كده لو مشيتوا عليها هتساعدكم ان انتوا تلتزموا بالجدول. اول حاجه وهي ان انت تخلي الجدول بتاعك واقعي، ما تحطليش في اليوم 4-5 مواد. زي ما انا اتفقت معاكم، مادتين في اليوم كفايه بجانب الدروس اللي احنا بنروحها، فكده هيبقى حلو جدا جدا. تاني حاجه، لو قصرت يوم ما توقفش الجدول وتقول انا مش هكمل، لا نكمل عادي، مش مشكله لو في يوم قصرنا فيه، يعني دي مش اخر الدنيا. المهم ان احنا نقوم ونكمل تاني عادي. بس الفكره ان احنا ما نراكمش، يعني ما يبقاش يوم يجر يوم وبعدين وراه يوم، هنلاقي نفسنا دخلنا في 10 ايام احنا بنأجلين وما بنذاكرش حاجه وراكمنا، فالموضوع كده هيبوظ مننا. لكن لو جت على يوم مش مشكله، كل ماده يبقى ليها وقتها. انا مثلا العلوم بذاكرها في ساعه او ساعه ونص. العربي مثلا يا ندى انا بلحق ان انا اذاكر النصوص كده في نص ساعه بكون خلصتها. كل واحد اضرب نفسه وعارف المواد بتحتاج منه وقت قد ايه، فكون عارفه كده وعامله الماده دي انا هذاكرها في قد كذا، الماده دي هذاكرها في كذا، واكون محدده ليها وقت ثابت ليها. لو عايز فعلا تلتزم بالجدول، ابعد عن الموبايل وقت المذاكره. الموبايل ده هيضيع لك وقتك، هيخليك مش عارف تركز ولا عارف تذاكر، ومتشتت وبتنسى بسرعه، ودايما يعني بتحل غلط. كل الحاجات دي هتخليك مش عارف تلتزم باي جدول. طيب يا ندى انا بحتاج الموبايل وانا بذاكر، يا ندى اعمل ايه؟ نقفل الاشعارات عن اي تطبيق بيشغلنا وقت المذاكره، ما نسيبش بس غير اليوتيوب اللي احنا بنسمع عليه الحصه او المنصه اللي بنذاكر منها. غير كده نبعد تماما عن اي اشعارات هتجيلنا عشان نقدر ان احنا نركز ونطلع باعلى مستوى. طيب بالنسبة بقى للناس اللي هي بتزهق من المذاكرة بسرعة وتقولي انا ما بحبش ان انا اذاكر او بزهق من المذاكرة، قوليلي اعمل ايه علشان احبب نفسي في المذاكرة اكتر. عايزة اقول لكم موضوع التلخيص ده حلو جدا جدا. كل ما تلاقوا نفسكم ان انتوا قاعدين كده زهقانين ومش حاسين مثلا ان انتوا ليكم مود للمذاكرة، اعملوا ملخصات. انا مثلا خلاص الدرس التاريخ مثلا ده عايزة اعمله ملخص، تبداوا ان انتوا تعملوا ملخص، اعملوا خريطة ذهنية. هسيب لكم لينك فيديو انا كنت عاملة ازاي تعمل خريطة ذهنية وازاي تعمل ملخصات للدروس الصعبة. شوفوا الفيديو ده هيفرق معاكم جدا جدا بجد. الناس اللي مش بتعرف تعمل ملخصات هتساعدها جدا جدا. اعملوا تلخيص، اقعدوا حلوا اسئله، الحاجات دي حلوه برضو. سمعوا لنفسكم، او خلي مثلا اختك تسمع لك او صاحبتك تسمع لك، الموضوع ده حلو. يعني الناس اللي بتنسى وبتزهق وكده ذاكروا بطريقه مختلفه شويه. طبعا حل الاسئله مهم جدا يا جماعه، لازم ان احنا نقعد نحل اسئله كتير على قد ما نقدر. ننام كويس. الناس اللي ما بتنامش وبتطبق وبتسهر وتروح المدرسه هي ما نامتش والكلام ده كله، لا غلط جدا جدا. لازم تكونوا نايمين من 6-8 ساعات كفايه جدا. حلو يعني عدد ساعات كفايه ان انتوا تناموها. طبعا الميه بتساعد على التركيز. الناس اللي بتنسى وتقول انا مش مركزه، اشربوا ميه كتير. في ناس مهمله بجد في شرب الميه، فجربوا ان انتوا تشربوا ميه وتناموا كويس وتاكلوا اكل صحي. كل الحاجات دي هتفرق معاكم جدا. وطبعا النوم بدري والصحيان بدري هيساعدكم وهيخليكم مركزين اكتر، واليوم بتاعكم هيبقى طويل وتقدروا ان انتوا تنجزوا حاجات اكتر. عايزه اقول لكم كل اللي انتوا محتاجينه في ثالثه اعدادي علشان تقفلوا هو نظام مذاكره صح وجدول وتركيز. كل اللي احنا محتاجينه هو ال3 حاجات دول. محتاجين حد برضو يكون عنده صبر شوية، مش لازم من اول مرة، مش مشكلة لو احنا غلطنا المرة دي، لو نقصنا في الامتحان ده مش اخر الدنيا يعني. نبدأ ان احنا نعوض اكتر ونذاكر ونبدأ نشوف الغلطات اللي احنا غلطناها عشان ما نغلطهاش تاني. عايزاكم تقولوا لي في التعليقات هتبدأوا تطبقوا الجدول ده من امتى، من بكرة ولا من الاسبوع الجاي. واكتبوا لي كمان اسم المادة اللي انتوا مش بتعرفوا تذاكروها او المادة الصعبة بالنسبة لكم، عشان ابدأ ان انا اعمل لكم سلسلة فيديوهات لكل مادة واقول لكم ازاي تذاكروها صح. طبعا اهم حاجة ما تنسوش اللايك للفيديو ده، لان اللايك هيفرق معايا جدا بجد. واشتركوا في القناه وسبسكرايب وفعلوا الجرس عشان تشوفوا كل جديد.